السلام عليكم. أخي الكريم، أختي الكريمة، كونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وذلك بإرسال الرسائل والمقاطع التي تكون شاهدة لكم وحجة لكم يوم أن تقفون بين يدي جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أخي الكريم، أختي الكريمة، أنت عندما تحتسب رسالة طيبة أو مقطع طيب فإن لك أجر كل الذين أرسلت إليهم، ثم هم يرسلون فتأتي إليك حسنات مجتمعة يوم أن تقف بين يدي الله عز وجل. تأتي إليك تلكم الحسنات، أنت لم تعملها، نعم أنت لم تعملها، ولكنك أنت أو أنت كنتم سببا في الحصول عليها. نعم، نشرتم رسالة طيبة كتابية، مثلا دعوة إلى الله، أعطيتم شريط، مطوية، كتيب، أرسلتم مقطعا دعويا، أرسلتم برنامجا، أرسلتم رسالة تذكير بمحاضرة، أي شيء في الخير، تأتي إليكم الحسنات الكثيرة، وأنتم والله في ذلك اليوم محتاجين إلى الأجور التي تأتي إليكم فتكون عونا لكم بعد الله سبحانه وتعالى ورحمته في أن تنقلكم إلى منازل ودرجات بإذن الله عز وجل في الجنة. ويا حسرة والله، يا حسرة والله يا أخي ويا أختي، إذا أتت لكم ذنوب مجتمعة تحملونها على ظهوركم وأنتم لم تعملونها، نعم لم تفعلونها، ولكن كنتم سببا في نشر الشر والفتنة للناس. نعم، أرسلت رسالة استهزاء، رسالة كذب، رسالة خطأ في العقيدة، مقطعا إباحيا، مقطعا فاحشا، مقطعا فيه من السخرية، مقطعا سيئا، رسالة فيها لعن، فيها سب، فيها غيبة، أو وزعت سيديات أغاني، وزعت أشرطة أغاني، أي شيء في الشر أنت كنت سبب في نشره، فتأتي إليك الذنوب. هم يرسلون فتنتشر وتنتشر، ثم تأتي عليك الذنوب أخي ويا أختي مجتمعة على ظهرك، أنت لم تفعلها، ولكنك كنت سببا في نشر والعياذ بالله الشر والفتنة للناس. يا الله، كيف حالي وحالك إذا أتت إلينا تلكم الذنوب؟ ماذا نقول لله سبحانه وتعالى؟ فالله الله أخي، الله أختي، كونوا مفاتيح للخير.